تخيل انك داخل عالم مختلف تماما، عالم غامض بتحكمه قواعد صارمة وقرارات قاتلة. وينستون مدرسة مش زي اي مدرسة، هنا كل خطوة محسوبة وكل قرار ليه تمن، بس الغلط مهما كان صغير ممكن يقلب كل حاجة في ثانية. غلطة واحدة بس ممكن تبقى نهايتك او بداية لصراع اكبر. عالم وينستون مليان اسرار وقيود، كل حاجة هنا بتختبرك، ذكائك، شجاعتك، وحتى قدرتك على التحمل. محدش هيرحمك، الكل هنا عايش تحت ضغط، وعلشان تكمل وتثبت مكانك مش كفاية انك تكون مجرد طالب، لازم تكون مستعد لأي تحدي، لأي لعبة، لأي مواجهة. والسؤال هنا بقى، هل هتقدر تتحدى كل ده ولا هتكتشف انك مجرد قطعة صغيرة في لعبة ملهاش نهاية؟ بتبدأ حلقتنا بشيل وهو طالع جري بآخر سرعة، وفعلا بيلحق يدخل قبل ما يقفلوا الباب. وقتها بنعرف انه التحق بمدرسة وينستون، ودي تبقى احسن مدرسة في انجلترا، وكل الطلبة اللي بيلتحقوا بالمدرسة بيبقوا ولاد العائلات النبيلة وبيدفعوا مبالغ كبيرة جدا مصاريف دخول المدرسة دي. مدرسة وينستون بتقدم مناهج متميزة ومتطورة، وكمان المدرسين من النخبة، يعني من الآخر كده أحسن مدرسين. وكمان المدرسة فيها 4 منازل لمبيت الطلبة. وبيعرف شيل من أول يوم ليه في المدرسة إن المدرسة دي ليها تقاليد وقواعد ونظام ولازم الكل يلتزم بيهم. وطبعا بما إن شيل لسه جديد فمش عارف أغلب القواعد، وللأسف وهو داخل المدرسة بيمشي على العشب، وده بيصدم كل الطلبة. وشيل بيكون مستغرب جدا، وبيشوف 4 من الطلبة المتميزين، ودول يبقوا الفور ام واللي هم المثاليون الأربعة. وبيجي واحد منهم وبيمسك شيل، وساعتها كل الطلبة بيفتكروا انه هيتعاقب، لكن الراجل بكل ادب بيعدل له لبسه وبيعرفه بغلطته وبتخلص الحكاية. بعدها بنعرف ان شيل اتوزع على البيت الازرق او منزل بومة الياقوت، وبنعرف ان الشخص المثالي اللي هو رئيس البيت ده اسمه بولوار، وبيكون ماكميلان طالب في الصف الاول في البيت الازرق مع شيل. وبيعرف شيل ان ريدموند هو رئيس بيت الثعلب القرمزي، وهيرمان يبقى رئيس بيت الاسد الاخضر، اما فايوليت فيبقى رئيس بيت الذئب البنفسجي. ولما بيرن الجرس بيجري كل الطلبة على فصولهم، وبيتأخر شيل وبيتعاقب بتلميع أحذية المثاليون الأربعة. وبعد الدراسة طلبة البيت الأزرق بيعملوا حفلة ترحيب أو بهدلة لشيل علشان ده أول يوم ليه في المدرسة، وكمان ده تقليد من التقاليد اللي هنا. وبيوصل ميكايلس مسؤول المبيت في البيت الأزرق وبيعتذر لشيل عن اللي حصل له، وبيعرفه إنه مطلوب دلوقتي في مكتب المدير. ولما شيل بيروح مكتب المدير مش بيلاقيه موجود في المكتب، لكن الأستاذ يوهان نائب المدير هو اللي بيكون موجود، وكمان المثاليون الأربعة. وريدموند بيقول لشيل لو مش عاجبك البيت الأزرق فالبيت الأحمر بيرحب بيك في أي وقت. وقتها بيرد عليه يوهان وبيعرفه إن الوحيد اللي من حقه يوزع الطلبة على البيوت هو مدير المدرسة. المهم إن يوهان بيخلي شيل يحلف القسم على إنه هيطيع الأوامر ويلتزم بالقوانين والقواعد المنظمة للمدرسة. ولما بيجي ينزل علشان يسلم عليه ويرحب بيه بيتزحلق وبيتكفي على بوزه وبيسلم على شيل وهو غرقان في دمه. وشيل في طريقه للبيت الأزرق بيسأل المثاليون الأربعة هو أنا ممكن أقابل المدير في يوم وأسلم عليه؟ فبيعرفوه إن مفيش طالب عادي زيه يقدر يقابل المدير، لكن المثاليون الأربعة هم واللي يختاروه ممكن يقابلوه. وفي وقت الأكل ماكميلان بيعرف شيل إن أي طالب جديد بيخدم طالب قديم، وبيعرفوا إن في مجموعة من الطلاب بيكون اسمهم الخادمون، ودول مهمتهم خدمة حد من الطلبة الكبار أو من المثاليون الأربعة. وبيعرفوا إن الطالب كلايتون بيخدم المثالي بولوار رئيس البيت الأزرق، وبيفكر شيل إنه لازم يكون خادم لأي حد من المثاليين علشان يقدر يحضر حفلة الشاي مع المدير. وساعتها بيقرر إنه يدخل في الموضوع اللي جه المدرسة علشانه. وبيسأل ماكميلان عن ديريك ابن الدوق كليمنس، وبيقول إنه يعتقد إنه من بيت الثعلب القرمزي. ساعتها كل طلاب البيت الأزرق بيستغربوا من كلامه، لكن ماكميلان بيعرفه إنه سمع إن ديريك اتنقل للبيت البنفسجي. وبيكمل ماكميلان كلامه وبيقول له إن النقل كان بأمر مدير المدرسة، وبيعرفه إن الكلام عن البيوت التانية أو التدخل في أمورها ممنوع تماما. بعدها بيطلب كلايتون من شيل ينظف مكان الأكل لحد ما يحددوا الطالب الأكبر منه سنا علشان يكون في خدمته. فبيضطر شيل يستدعي سباستيان وبيطلب منه ينظف أوضة الأكل لحد ما هو يروح يشوف موضوع نقل ديريك لبيت الذئب البنفسجي. ولما بيوصل شيل عند بيت الذئب البنفسجي بيحس إن البيت مرعب، ولما بيحاول يدخل البيت بيقابل طلبة شكلهم مرعب وكمان بيحدفوه بالطوب، وكل الطلبة بيطلبوا من شيل إنه يخرج من بيتهم، فبيخرج من البيت جري على طول. وفي اللحظة دي بيطلع فايوليت وبيشوفه وهو بيجري وبيعرف إن ده يبقى الطالب الجديد. ولما بيوصل شيل للبيت الأزرق بيلاقي الطلبة متجمعين عند أوضة الأكل، فبيقلق وبيفتكر إن سباستيان نسي يعمل الشغل اللي طلبوا منه، لكنه بيتفاجأ بإن الأوضة كانت بتبرق من كتر النظافة. كمان كلايتون بيكون منبهر جدا من مهارة شيل وسرعته في إنجاز العمل اللي اتكلف بيه. وقتها شيل بيفكر إنه يستغل إعجاب كلايتون بشغله علشان يختار يكون مساعد لواحد من المثاليين الأربعة
4. بعدها بيفتكر شيل رسالة الملكة فيكتوريا اللي بتعرفه فيها ان ديريك قريبها اللي في الصف الخامس في مدرسة وينستون، وبتقول انه اختفى من اجازة العيد هو وعدد من طلبة المدرسة ومحدش عارف عنهم اي حاجة لحد دلوقتي. وفي نهاية الرسالة بتطلب الملكة فيكتوريا من شيل انه يتحرى عن سبب اختفاء ديريك وباقي الطلبة من مدرسة وينستون، وبتعرفه ان سبب عدم تدخلها في الموضوع ده ان القانون في انجلترا بيعتبر المدارس العامة مؤسسات مستقلة بعيدة خالص عن تدخل الحكومة. بس شيل بيقول لسباستيان ان السبب الحقيقي هو ان الملكة مش عايزة تعمل شوشرة على سمعة العيلة الملكية، وعلشان كده بيقرر شيل انه يلتحق بمدرسة وينستون. وبنعرف ان سباستيان هو مسؤول المبيت في البيت الازرق علشان يقدر يساعد شيل في مهمة التحري عن الطلبة اللي اختفوا من المدرسة. وكل مبنى من مباني المبيت الأربعة بيشتغل فيه مجموعة من الأشخاص، زي مثلا سيدة لأعمال النظافة والترتيب، وطباخ وجارسون لتقديم الأكل والمشروبات، ومسؤول المبيت بيكون هو نفسه المدرس للتلاميذ، وبيروح كل يوم الصبح معاهم للفصل وبيشرح لهم الدروس، وبالليل بيرجع معاهم للمبيت. وبيكون واضح ان مسؤول المبيت دي شغلانة متعبة جدا، شغل ليل نهار، وسباستيان بيكون طالع عينه، ومع ذلك شيل بيكلفه بخدمة كلايتون بداله. فبيقول سباستيان انه لازم يصلح الجاكيت ويعمل الشاي والحلويات اللي بيحبها كلايتون، وكمان شيل بيقبل كل المهمات علشان عارف ان سباستيان هو اللي هيعملها. وفعلا بيخلص سباستيان كل الشغل اللي اتكلف بيه، وبعدها بيطير على فصله علشان تلاميذه. بعدها ماكميلان بيقول لشيل ازاي بتخلص مهمات كلايتون بالسرعة والدقة دي كلها، وبيكون ماكميلان منبهر بشيل علشان بيقدر ياخد درجات عالية في الامتحانات. فبيقول له شيل ان بالصدفة الامتحانات كان في مواد درسها قبل كده، وبيقول له ماكميلان ان في احتمال كبير انك هتشتغل خادم لكلايتون. فبيبتسم شيل كده وبيقول له ده شرف عظيم ان انا اكون خادم كلايتون. في الوقت نفسه بيكون المثاليون الأربعة بياخدوا الشاي بتاعهم في الحديقة، والخادم موريس بيعمل لهم اجمل شاي، وساعتها بيتكلموا عن مهارة الطالب الجديد، وبيسألوا كلايتون عن رأيه. فبيقول انه شاطر جدا وبيعمل مهماته بدقة وبسرعة عالية، وبيقول انه بيعمل شاي شبيه بأشهر شاي في فرنسا. وقتها بيتضايق موريس ولكن مش بيبين لريدموند احساسه بالغيرة. وفايولت بيقول على شيل ده انه اقرب لخادم منه لمنصة ايرل، وطبعا كلنا عارفين ان ايرل ده منصب اجتماعي راقي جدا في انجلترا. وبيكمل فايولت كلامه على شيل وبيقول عليه انه غريب الاطوار، وده لانه زار البيت البنفسجي في وقت شغل الخادمين. فبيستغرب كلايتون وبيقول له ازاي الكلام ده، المفروض ان شيل في الوقت ده كان بيعمل مهامه اللي انا كلفته بيها. فبيستغرب هيرمان وبلوار من حوار انه راح لبيت الذئب البنفسجي ده، لكن ريدموند كان معجب بشيل وبيقول طالب بالموهبه دي اتمنى انه يتخصص خادم ليا انا. ساعتها بيظهر خادم هيرمان اللي اسمه ادوارد، وبيقول له ان شيل ده يبقى ابن عمه وكمان خطيب اخته ليزي، وبيقول انه مستغرب جدا من دخوله لمدرسه وينستون. وفايولت بيساله انت مستغرب من وجوده في المدرسه ليه؟ ما كل الاولاد الاغنياء بيدخلوا لمدرسه وينستون. فبيرد ادوارد وبيقول له علشان هو كان معايا على سفينه كامبانيا اللي غرقت. فبيقول لهم ريدموند ايه رايكم يا جماعه نجيبوا يوم كده ونجرب الشاي الفرنسي والكيكه اللي بيعملها دي. فبيقول موريس انه مش عارف شيل ده، لكن واضح كده انه مذهل، بس خايف لو دعيناه لحضور حفلتنا في الحديقه انه يتوتر. وادوارد بيقول ان شيل بعد وفاه والده شال المسؤوليه لوحده وانه بيحترمه. فهيرمان قال خلاص انه موافق على دعوته للحديقه، وبيوافق باقي المثاليين بالاجماع على دعوه شيل للحديقه تاني يوم الساعه 2. ساعتها اقترح موريس ان هو اللي يروح يبلغه بالميعاد ده. بعدها بيجي طالب وهو بيجري وطاير من الفرحه، وبيقول لشيل ان موريس اجمل طالب في المدرسه وخادم ريدموند عايزه بره. ولما بيخرج شيل بيقابله موريس وبيعرفه بنفسه، وبيقول له ان المثاليين الاربعه هيتجمعوا بكره في حديقه البجعه، وقرروا انهم يعزموك على الاجتماع ده والميعاد الساعه 4. وبالفعل يا صديقي زي ما انت فهمت كده موريس كدب عليه في الميعاد، واضح كده ان الولد ده ناوي على نيه مش خير تماما. المهم ان شيل بيفرح وبيوافق على الميعاد طبعا علشان هيتقرب من الفور ام. وبيتفاجئ شيل ان كل طلبه الفصل واقفين حواليه وبيطلبوا منه يحكي لهم اللي هيحصل بكره. وبالليل بيكون سباستيان بيقوم بدور المعلم ميكايلس على اكمل وجه، وبيساعد طلبه فصله في الدروس الصعبه. ساعتها بيدخل شيل عليه وبيقول له احنا بقى لينا شعبيه وشهره جامده جدا. فبيقول له ان كل الطلبه بيشكروا في شرح للدروس. المهم ان شيل بيعرفوا ان المثاليين دعوه لاجتماع بكره الساعه 4، وانه لازم يجهز لهم الشاي والكيكه اللي هياخدهم معاه. تاني يوم بيروح شيل ميعاد الاجتماع الساعه 4، وبيكون المثاليين مخنوقين منه على الاخر. وكلايتون بيزعق له جامد وبيقول له انت ازاي تتاخر ساعتين بحالهم عن ميعادك. فشيل بيرد عليه ومستغرب كده وبيقول له ازاي انا ميعادي الساعه 4. ساعتها بقى الخادم الخبيث موريس بيقول له انا متاكد ان انا بلغتك ان الميعاد الساعه 2. ساعتها بيكتشف شيل ان موريس وقعه في مشكله مع المثاليين عن عمد، وكمان بيتفاجئ ان ادوارد خادم لواحد من المثاليين وكان متضايق منه جدا وبيزعق له. فبيرجع شيل لمكانه متعفرت ومش طايق نفسه، فبيهديه سباستيان وبيقول له هتعمل ايه دلوقتي. فبيقرر شيل انه يرد اعتباره ويكشف كذب موريس. فبيقول ان الكذب ده انا واثق انه عاد عند موريس. فبيساله سباستيان
جدا وعرفت ازاي؟ فبيقول له بص على ايديك كده هتلاقيها ناعمه جدا، ودي مش شكل ايد خادم شغال طول اليوم. وبيطلب من سباستيان انه يراقبه ويعرف اذا كان كذب على حد قبله، وكمان يعرف له ايه احواله في المدرسه. وتاني يوم في الفصل بيسمع شيل كل الطلبه بتتكلم عن اللي حصل منه، وبيعرف وقتها انه صعب يلاقي حد من الطلبه يشهد معاه. على الناحيه الثانيه سباستيان بيشوف موريس وهو بيستخدم 2 من الطلبه اصغر منه في تجميع البيانات اللي ريدموند طلب منه انه يجمعها، وبيشوفه بعدها وهو بيسلم البيانات دي لريدموند. وطبعا ريدموند بيشكره على سرعته في العمل، وبيطلب منه يعمل له الحلويات اللي بيحبها مع الشاي. الاهم بقى ان سباستيان بيشوف طالب في الصف الثاني وهو بياخد مجموعه كتب من المكتبه، والكتب دي بتكون اكبر من مستواه العلمي، فبيساعده في اخذ الكتب من الارفف العاليه، وبيساله مش معقول تكون بتدرس في كل الكتب دي. فالولد بيتوتر جدا ساعتها، فبيعرفه سباستيان ان لو عنده اي مشكله ممكن يحكي له وهو هيساعده. فبيحكي له الطالب ده اللي اسمه هاكورت ان موريس قال له انه سلمه دعوه لحديقه البجعه، لكن ما كانش سلمه اي حاجه، بس لما رجع لقى الدعوه على الكرسي بتاعه ومش عارف جت ازاي. ومن يومها كل الطلبه بيقولوا عليه كذاب، وبيحلف بالله انه ما كدبش، وبيفضل كمان يعيط. فبيطمنه سباستيان انه مصدقه وعارف انه مش كذاب، وبيقول له انه اكيد في يوم من الايام الحقيقه هتبان. وبيرجع بعدها لشيل وبيقول له انت عندك حق، موريس خدع 4 من الطلبه غيرك، وكمان عنده كتير من الطلبه بيخلصوا له شغله كخادم. فبيقول شيل انه محتاج لحد يكون مع موريس جوه بيت الثعلب القرمزي علشان يراقب تحركاته جوه المبيت. بس سباستيان بيقول انه صعب توفير مكان لطالب جديد في المدرسه، وحتى لو حصل هيبقى صعب انه يكون سكنه في بيت الثعلب القرمزي. فبيوافقوا شيل على كلامه وبيقول له انا عارف، انا لازم دلوقتي اشوف طالب يكون ليه مكانه اجتماعيه عاليه جدا، وكمان يكون عنده ثروه مناسبه لمكانته دي. وبيسال سباستيان تفتكر مين الشخص اللي ممكن يكون فيه الصفات دي كلها؟ وفجاه بيقول خطر على بالي حالا واحد، ولكن حرفيا هو اخر واحد اتمنى اشوفه. وبيتغاظ شيل جدا لما سباستيان بيقول له للاسف ان الشخص ده مستوفي كل المعايير للمهمه دي، فبيضطر شيل انه يوافق عليه. وبالليل بيجي ماكميلان لشيل وبيساله انت اتاخرت ليه عن ميعاد المثاليين؟ فبيحكي له ان موريس خدعه، فبيعرفه ماكميلان انه هيساعده في الموضوع ده. بعدها بنشوف زفه كبيره وشخص راكب على فيل وجاي بموكب جامد جدا للمدرسه، وبنعرف انه الطالب اللي شيل اتفق معاه يراقب موريس في بيت الثعلب القرمزي. والشخص ده اللي اسمه سوما بينده على شيل وهو على الفيل باعلى صوته، فبيتخنق منه وبيقول في سره الواد ده غبي ولا ايه؟ ده انا مأكد عليه يتظاهر اننا ما نعرفش بعض. وبيفضل سوما ينده على شيل طول الطريق، وطبعا شيل مش بيعبره، وبيحاول كمان انه يهرب منه بسرعه، لكن بحركه من ايد سوما الفيل بيرفع شيل بخرطومه وبيقعده جنبه. ووقتها بيعرفوا شيل ان في بينه وبين موريس زميله في المبيت شويه خلافات، وبيطلب منه يساعده يعرف عنه كل حاجه علشان يقدر يقرب منه، وكمان بيعرفوا ان الكلام ده سر بينهم هما الاتنين بس، فبيوافق. وبمنتهى الغباوه تاني يوم بيروح سوما يطلب من موريس انه يبقى صديق لشيل، لكن موريس بيعرفه انه مش هيقدر يكون صاحبه لانه ضايق المثاليين الاربعه. لكن سوما بيفضل يلحقه في كل مكان بشكل مستفز لحد ما بيصرخ موريس في وشه وبيقول له بطل تلحقني في كل مكان. بس سوما مش بيزهق وبيفضل قاعد له على الباب، ولما بيزهق بيقرر ياخد الفيل بتاعه ويروح يقابل شيل في البيت الازرق. لكن اللي بيحصل لما سوما بيركب الفيل انه بياخده وبيجري بشكل غريب وسريع جدا على طريق تاني غير طريق بيت شيل، والصدمه ان الفيل بيدمر اوضه موريس، وده بيخلي ريدموند غضبان جدا وبيتنرفز على سوما وبيقول له الفيل ده يمشي من المدرسه كلها دلوقتي. وبيوجه كلامه لموريس وبيقول له وانت هتنام فين؟ ده احنا ما عندناش ولا اوضه فاضيه. وقتها بيعرض سوما على موريس انه ينام معاه في اوضته. في الاول موريس بيعترض انه ينام معاه في اوضه واحده، لكن سوما بيقول له انه هو السبب في تدمير اوضته ومسؤول كمان عن اللي حصل له، فبيشكره ريدموند. وبالليل بيمثل سوما انه نايم لحد ما بيحس بموريس بيخرج من الاوضه، فبيقرر انه يخرج وراه، وبيشوفه بيدخل مكتب البريد اللي في المدرسه. وتاني يوم بيروح سوما يقابل شيل وبيحكي لهم ان موريس بيسلم بطاقات البيت الاحمر لمجموعه من الطلبه، فبيقول سباستيان شكلنا كده خلاص وصلنا للدليل على براءتك. وكمان سوما بيقول له على حاجه بس في ودنه، وبعدها بيقول شيل ان دي اخر حاجه في حل اللغز. واخيرا بيشكر سوما. تاني يوم شيل بيقابل موريس في مكان في المدرسه وبيساله انت ليه قلت لي ان الميعاد الساعه 4؟ لكن برضه موريس بيصمم انه قال له الميعاد الساعه 2. لكن شيل بيصدمه لما بيعرفه انه علشان هو اجمل طالب في المدرسه فليه معجبين كتير وكلهم كانوا بيتصنطوا عليه وهم بيتكلموا، وان في 18 طالب منهم هيشهدوا انه قال ان الميعاد الساعه 4. وكمان قال له انه عارف كذبه وخداعه للطالب هاركورت والاربعه التانيين اللي كلهم اتاخروا عن ميعادهم للحديقه بسبب غلطه منه في توصيل الرساله. وبيصدمه اكتر لما بيقول له انه اكتشف كذبه على ريدموند نفسه، وانه بيخلي الطلبه هم اللي بيخدموه وبيعمل الشغل مكانه، وطلع كل البطاقات
البطاقات اللي جمعها بعد ما اتقطعت، وساعتها بيكون موريس خايف ان شيل يبلغ ريدموند البلاوي دي كلها، فبيطمنه شيل وبيقول له انا هسامحك على كل ده بس لازم تعرف ريدموند بالحقيقه. وبيتظاهر موريس انه موافق على كلام شيل، لكن بيفاجئوه انه جايب معاه مجموعه طلبه علشان يضربوه علقه كويسه كده تخليه يعقل ويبعد عنه. بعدها بياخد البطاقات وبيحرقها وبيقول له خلاص يا سيدي كده ما بقاش في دليل على كلامك، وبعدين لما انا استفيد من قدرات الاخرين دي موهبه في حد ذاتها. وبيقعد يحكي له ازاي كان بيتدحلب للمثاليين علشان يقرب منهم ويكون خادم ليهم. وبيطلع الواد موريس مقص وبيقطع لبس شيل، وكمان بيعوره وبيقول له انت اخترت مكان بعيد نتقابل فيه ومحدش هيقدر يجي ينقذك مني دلوقتي. وكان موريس عايز يصوره صوره من غير لبسه علشان يجرح كرامته في المدرسه، لكن شيل بيصرخ بأعلى صوت. ووقتها بيدخل هيرمان والخادم بتاعه ادوارد وبينقذوه. فبيترعب موريس من وجود هيرمان وبيتحايل عليه ما يقولش لريدموند على اللي حصل، لكنه بيتفاجئ بوجود يوهان وفايوليت على الباب وبيستغرب جدا من وجودهم، وبيسالهم انتوا عرفتوا اللي بيحصل هنا ازاي والمكان بعيد جدا عن الحديقه. فبيعرفوا شيل انه قدر ينقل صوتهم لمكان الحديقه عن طريق استخدام علب فاضيه وخيوط. المهم ان ريدموند بيقطع علاقته بموريس وبيرفض انه يكون خادم ليه، وبيعتذر ادوارد لشيل والاربعه المثاليين بيشكروا في اخلاق شيل والتزامه بقواعد وينستون. واخيرا كلايتون بيقرر ان شيل يكون الخادم الخاص بيه، ولما بيعرض الموضوع عليه بيوافق شيل بمنتهى السرعه وبيكون مبسوط لانه وصل للي كان عايزه. وسباستيان بيقول له خلاص يا مولاي انت كده ابعدت موريس عن طريقك، فبيقول له لا لسه بدري على اللي احنا بنحقق فيه. وبيفكروا انهم عايزين يعرفوا ليه الطلبه اختفوا من المدرسه، وكمان بيقول له ان الطلبه دول ممكن يكونوا عازلين نفسهم في مكان هنا في المدرسه. فسباستيان بيقول له بس الغريب اننا لحد دلوقتي ما شفناش ولا واحد منهم هنا. وبيقول شيل ان الملكه كان في امكانها تعرف ايه اللي بيحصل للاولاد دول، بس هي مش عايزه تظهر في الصوره، والاكيد ان في حاجه خطيره بتحصل في المدرسه. وبيكمل شيل كلامه وبيقول ان قواعد المدرسه صعبه ومؤيده حركته، وعلشان كده مستحيل انه يفتح تحقيق رسمي في الموضوع. وبيقول لسباستيان ان مشوارهم لسه طويل في التحقيق ده، فبيقول له انت خلاص قربت من المثاليين وده هيساعدك تعرف معلومات عن ديريك واصحابه. لكن شيل بيقول لسباستيان انه هيستغل قربه من 4M وهيسالهم عن ديريك اسئله مباشره وهيشوف ردهم على الاسئله دي هيكون ايه. فبيعرفوا سباستيان ان الشخص اللي هيكون عنده معلومات عن ديريك هو فايوليت مثالي بيت الذئب البنفسجي، وده لان ديريك اتنقل عنده في البيت. ثاني يوم الصبح في حديقه البجعه بيجتمع المثاليون الاربعه ومعاهم الخادمين، وبيكون فايوليت مثبت هيرمان على وضعيه متعبه بحجه انه بيرسمه، وريدموند بيقول له اعتبره تدريب من التدريبات. عموما يوم 4 يونيو قرب، وبولوار بيقول ان الطلبه في البيوت الاربعه بيكونوا متوترين ودرجاتهم بتقل. فبيسال شيل هو ايه الحاجه المميزه اللي بتحصل يوم 4 يونيو، فبيعرفوا هاركورت ان في اليوم ده بتقام بطوله الكريكت السنويه في المدرسه. وبولوار بيطلب من شيل انه يحفظ كل مناسبات مدرسه وينستون، وبيعرفوا ان مسابقه الكريكت الملكه نفسها بتتفرج على موكب القوارب الاحتفالي للبيت الفايز. وادوارد بيفهم شيل ان المنافسه بتكون صعبه جدا بين البيوت الاربعه، وعلشان كده الطلبه بيكونوا متوترين جدا في الفتره دي من السنه. وبيتكلم الخادم بتاع فايوليت وبيقول له انه بيكره البيوت التانيه وجاهز للعنف. وبيعرف شيل ان يوم المهرجان ممكن الطلبه يعزموا اصحابهم وقرايبهم على الغدا في المدرسه. وريدموند بيتكلم عن الحفلات الراقصه في اليوم ده، وفي الوقت ده بيكتشف شيل ان فايوليت مثبت هيرمان على الوضع ده مع انه اساسا مش بيرسمه. بعدها بيبدا المثاليين وخدامهم يتكلموا عن عائلاتهم واخواتهم، وبيلاحظ شيل ان فايوليت عبقري في الرسم لكنه شخص مش طبيعي ومختلف عن باقي المثاليين. وعموما شيل بيكره الناس اللي زيه، لكن هنا هو مضطر يفتح مع حوار، بس للاسف فايوليت بيقفل في الكلام معاه. فبيقول شيل ازاي البيوت هتواجه بعضها مع ان ليهم اصحاب في البيوت دي. فبيرد عليه هيرمان وبيقول له في المنافسه الشريفه مفيش اصحاب. وشيل بيقول ان ليه صاحب في البيت البنفسجي، فبيساله خادم فايوليت وبيقول له علشان كده زرت بيتنا بالليل. فبيقول له ايوه فعلا، وصاحبي ده اسمه ديريك. واول ما بينطق اسمه فايوليت بيكسر سن القلم من كتر غيظه، وكمان كان واضح على كل المثاليين التوتر. لكن ادوارد بيساله تقصد ابن الدوق كليمنس؟ فبيقول له صح جدا. فبيستغرب خالص انه صاحبه. فبيعرفوا انهم اتعرفوا على بعض وهم صغيرين ولعبوا مع بعض كذا مره. وبيكلم شيل نفسه وبيقول هو ليه المثاليين الاربعه اتوتروا فجاه كده لما سمعوا اسم ديريك. بعدها بيقرر يضغط عليهم تاني، فبيقول لهم ان اخر رساله وصلتني من ديريك قال لي فيها انه كان في البيت الاحمر، لكن لما وصلت هنا اتفاجئت لما عرفت انه اتنقل للبيت البنفسجي. فبيقول عنه بلوار انه كان غامض واخدنا وقت على ما فهمناه، لكن ريدموند بيقول انه كان الخادم بتاعه وكان موهوب جدا. وبيتفق كمان معاه هيرمان، بس فايوليت بيقول انه كان غريب الاطوار. وبيسال شيل عن موهبه ديريك، فكل واحد من المثاليين بيقول موهبه مختلفه، يعني واحد قال الاغاني والتاني قال الكريكت والحفظ والشعر. بعدها بيرجع المثاليين يتكلموا عن الاستعدادات ليوم 4 يونيو، لكن شيل بيفكر في رد المثاليين على اسئلته وكمان رد فعلهم اول ما سمعوا اسم ديريك. وبيحس شيل ان ال4M
مخبيين حاجه، لكنه مش هيسال تاني علشان يعني محدش يشك فيه. وفي الوقت نفسه بيكون فايولت رسم حاجه غريبه جدا، والرسمه بتكون عباره عن صوره وحش بيهاجم طالب من المدرسه. بعدها شيل بيقابل ادوارد في الحديقه، وادوارد بيعرفه ان مش ديريك لوحده اللي اتنقل من البيت الاحمر، لكن في اكتر من طالب اتنقلوا للبيت البنفسجي في نفس الفتره تقريبا. وبيساله انت ليه مهتم قوي بموضوع ديريك ده، ومن امتى اساسا وانت بتهتم بالاخرين، ولا ده بقى شغل كلب الحراسه للملكه؟ فبيقول له ابدا والله مفيش حاجه، وبيشكره وبيمشي. وفي الفصل بيعرف شيل من ماكميلان اسامي الطلبه اللي اتنقلوا مع ديريك للبيت البنفسجي، واللي هم جلايسون وهاردي وايزاك وثالث، وبيقول له ان الكلام ده حصل من 6 شهور. ساعتها ماكميلان بيساله انت بتهتم ليه باللي بيحصل في البيوت التانيه؟ فبيقول له انت نفسك لازم تهتم. فبيقول ماكميلان اهتم ليه اذا كان مدير المدرسه هو اللي بيقرر؟ هنا شيل بيحس ان كل الناس اللي في المدرسه بيقولوا نفس الرد، وهو ان مدير المدرسه هو اللي قرر نقلهم. وبيروح شيل يقعد لوحده في الحديقه وبيفضل يفكر، وبيقول ان كل واحد عنده وصف مختلف لديريك، لكن الكل اتفقوا على حاجه واحده، هي انه اتنقل للبيت البنفسجي. في الوقت ده بيكون فايولت واقف فوق بيراقب شال، وبيسمع ميكايلس بيسال زميله عن ديريك وليه ما بيحضرش اي دروس. فبيستغرب زميل ميكايلس من سؤاله عن طالب من بره بيته، فبيقول له مش المهم في بيت مين، المهم انه شاطر وليه يتنقل من بيته. فبيقول مش عارف بصراحه، ده قرار مدير المدرسه. وبيفضل زميل ميكايلس يقول ويكرر كلامه، ده كان قرار المدير، زي ما يكون علق على كده، وهو برجله بتفلت وبيقع على وشه بيدشمل ووشه بيغرق دم. بعدها بالليل بنشوف شيل في المكتبه وبيقول يا ترى هو طلب يقابلني دلوقتي هنا ليه؟ وفجاه بيجي سباستيان وبيحط حاجه على وشه وبيخفيه من المكان. وقتها بيدخل بلوار وبيفضل يبص في كل مكان، وبيساله ميكايلس انت بتدور على حاجه؟ فبيقول له ابدا، وبيعتذر وبيمشي. وبيكون سباستيان مخبي شيل جوه لبسه، ولما بيخرجه بيقول له معلش انا عملت كده علشان حسيت انك متراقب. فبيقول له شيل انا عملت هيصه على الفاضي ولفت لي الانظار، لكن في التحريات انا ما وصلتش لاي حاجه، لان اجابه كل سؤال كان دايما ان ده قرار مدير المدرسه. وبيقول له تعالى معايا يا سباستيان، فبيعرفه انه كده هيخالف قواعد المدرسه لما يخرج في وقت متاخر زي ده. لكن شيل بيقرر انه لازم يتواصل مع ديريك نفسه باي وسيله ممكنه، وبيحذره سباستيان من العقاب اللي هتعرض له لو خرج في الوقت ده، وكمان هيروح لبيت غير بيته. فبيقول له هو مش المدرسين هم اللي بيعاقبوا المخالف، وانت المدرس بتاعي يا استاذ ميكايلس، تبقى الحكايه في بيتها، ولا انت ايه رايك؟ فبيقول له فعلا عندك حق، واخد الفانوس في ايده علشان ينور لهم الطريق، وخرج معاه لحد ما وصلوا لبيت الذئب البنفسجي. وقتها سباستيان بيسال شيل انت بقى هتشوفه ازاي، مش هتقدر تدخل البيت البنفسجي؟ فشيل قال له بسيطه، نخرجه هو لينا، وراح رمى الفانوس لفوق. وطار سباستيان وضرب الفانوس برجله ضربه قويه جدا، راح الفانوس كسر الشباك ووقع جوه البيت وولع الدنيا كلها. وقتها شيل بيساله هو ايه اللي بيحصل في حاله وجود حريق في مبنى المدرسه او المبيت؟ فسباستيان بيقول له القاعده 87 لمدرسه وينستون بتقول ان في حاله الحريق كل الطلبه لازم يخرجوا لساحه المدرسه، والمثاليين الخاصين بالمبنى بيتاكدوا من سلامه الجميع. كمان سباستيان بيقول له على فكره دي حركه فظيعه، ولو اتكشفت هتطرد من المدرسه، لكن بصراحه هي خطه جديره بكلب حراسه الملكه يا مولاي الصغير. فبيقول له شيل هي دي بقى فايده حفظ قواعد المدرسه زي ما طلب مني بلوار. وفعلا بينزل كل الطلبه من المدرسه والمبيت بمنتهى السرعه، وبيطلب شيل من سباستيان يدور على ديريك واصحابه بين الطلبه. ساعتها بيفعل سباستيان خاصيه في عينيه وبيطلع من عينه اشعاع زي الاشعاع الذري، وبيدور عليهم بين كل اللي موجودين، ولكنهم مش بيكونوا مع الطلبه اللي في الساحه. وكانت النار عماله تزيد في المباني، وشيل قلقان جدا على ديريك ومتخيل ان هو واصحابه محجوزين في مكان جوه واحد من مباني البيت البنفسجي. فبيطلب شيل من سباستيان انه يدخل يجيبه من جوه، لكن سباستيان بيصدمه وبيقول له انه عنده قدره يحس باي روح حيه في المكان القريب منه، وللاسف هو مش حاسس ان في اي روح بشريه حيه جوه المباني. فبيكتشف شيل ان ديريك ما كانش في البيت البنفسجي اساسا، وبيكون شيل وسباستيان قاعدين على الشجره، وبيشوفوا باقي المثاليين جايين يطمنوا على فايولت والطلبه. ولما بيسالوه هل الجميع بخير بيرد عليهم وبيقول لهم ايوه كله بخير وبره. فبيستغرب شيل لان كلامهم ده معناه انهم مخبيين حاجه عن ديريك واصحابه. المهم انه بيطلب من سباستيان ينزل يساعدهم في اطفاء الحريق، وفعلا بيجيب سباستيان الفيل بتاع سوما وعليه كميه كبيره جدا من الميه، وبيقول لطلبه البيت الازرق خد الميه وطفوا بسرعه قبل النار ما تنتشر في كل مكان. لكن فجاه بيزعق لهم فايولت وبيقول لهم ابعدوا عن البيت البنفسجي، وسوما بيقول له يا غبي بلاش تكبر سخيف، انت ازاي مسؤول البيت ومش عايز تنقذ رعاياك؟ فبيمسك تشاسلوك خادم فايولت في خناق سوما وبيقول له انت عارف انت بتتكلم مين ياض انت ولا ايه؟ لكن فايولت بيقول لتشاسلوك سيبهم يساعدونا. تاني يوم شيل ماشي بيكلم نفسه وبيقول ان ديريك هو واصحابه اختفوا، ومن الواضح ان الفور ام عارفين الموضوع ومتسترين عليه، ومفيش قدامي دلوقتي غير ان انا اقابل المدير واعرف منه ديريك واصحابه راحوا فين، بس محدش بيقدر يقابله غير المثاليين والخادمين بتوعهم في حفله الشاي. المهم ان
زمايله بيتكلموا عن مسابقة الكريكت ويا ترى موضوع الحريق ده هيلغيها ولا ايه. فواحد منهم بيقول مش ممكن تتلغي ابدا، دي تقليد من تقاليد مدرسة وينستون. وبيعرف شيل ان المدير بيحضر البطولة دي كل سنة، وكمان بيختار واحد من طلاب الفرق وبيكرمه بجائزة كويسة وبيحضر معاه حفلة الشاي. بس بيعرفوا ان فريقه للاسف دايما بيكون في المركز الاخير كل مرة، وكمان مفيش فرصة انه يشارك لانه لسه في الصف الاول وفرصة مشاركته تقريبا صعبة. لكن بيجي كلايتون وبينده على شيل وبياخده على جنب كده وبيقول له انه هيشارك في بطولة الكريكت السنة دي ولازم يستعد كويس. فبيفرح شيل جدا وبيسأل كلايتون ازاي حصل ده. فبيعرفوا ان المعلم ميكايلس هو اللي رشحه للمشاركة دي وقال عليه انه ذكي جدا وقدر يخطط ويوقع موريس ويكشف كذبه. المهم ان شيل بيروح جري على المعلم ميكايلس وبيحضنه وبيشكره انه رشحه للمشاركة. والمعلم بيقول له انا عارف انك هتتألق في المباراة دي. بعدها بيسيبه وبيبعد عنه، لكنهم كانوا بيتكلموا بالتخاطر. وشيل بيعرفه بموضوع اختيار المدير لطالب من الفرق وانه محتار ومش عارف يعمل ايه علشان المدير يختاره. فبيرد عليه سباستيان بالتخاطر برضو ان مفيش معيار ثابت المدير بيختار على اساسه الطالب ده، علشان كده مفيش غير ان الفريق الازرق لازم يفوز بالبطولة السنة دي. بعدها بيجي يوم 4 يونيو وبنشوف يوم افتتاح بطولة الكريكت، والدنيا بتكون زحمة جدا والضيوف مالين المكان. وبالمناسبة يعني لعبة الكريكت دي عبارة عن فريقين بيتكون كل منهم من 11 لاعب وبيضربوا الكرة وبيصدوها بالتناوب، وبيقف اللي هيضرب الكرة قدام مجموعة من الحاملات الخشبية اسمها الجذوع، وبيحاول الرامي انه يضرب الجذوع دي بالكرة، وبيدافع الضارب عن الجذوع دي وبيحاول انه يضرب الكرة بسرعة على قدر الامكان. وبيبدأ يوهان مساعد المدير في تقديم فرق البيوت الاربعة المشاركة في البطولة. وكان دخول فريق بيت الاسد الاخضر قوي جدا زي الزلزال بقيادة المثالي هيرمان، وبعدهم دخل فريق بيت الثعلب القرمزي بمنتهى الثقة بقيادة ريدموند. بس فجأة النور بيتقطع من المكان وبيظهر نور بنفسجي من اخر المكان، وبيظهر الفريق المخادع فريق بيت الذئب البنفسجي بقيادة فايوليت. واخيرا بيدخل فريق بيت بومة الياقوت اللي هو البيت الازرق بقيادة بولوار. وقادة الفرق الاربعة بيروحوا يشعلوا الشعلة اللي بتعلن عن بدء البطولة، وبيقسموا على اللعب بنزاهة وفقا لقوانين وقواعد المدرسة واللعبة نفسها. بعدها بيقول لهم يوهان ان بكرة المنافسة هتكون حامية جدا، فاستمتعوا الليلة دي بوقتكم على قد ما تقدروا. وزي العادة بيتشقلب وهو نازل ودمه بيغرق الارض. بعد كده بنشوف فريق الاسد الاخضر بياكلوا زي المفاجيع علشان يستعدوا لمباراة بكرة، وفريق البيت الاحمر غرقانين في الرومانسية مع البنات المعجبات بيهم. لكن فريق الذئب البنفسجي كانوا قاعدين حوالين جمجمة غرقانة دم زي ما يكونوا كده بيحضروا عفاريت وهم بياكلوا. اما بولوار فكان عايز يعمل اجتماع مع فريقه ويحط خطتهم الاستراتيجية لمباريات بكرة، لكنه ما بيلحقش يا حرام لان اخواته البنات بيهجموا عليه وبيسيحوا له في المكان كله. ولما شيل بيشوفهم بيفتكر ان فايوليت رسم ليهم صورة تشبههم بالظبط قبل كده. وقتها بتكلم واحدة من البنات وبتقول له ان اخوها بيقول عليه انه صغير ولكنه ذكي جدا وموهوب، فبيشكرها شيل بمنتهى التواضع. لكن هي كانت عايزة تخطبه لاختهم الصغيرة، وساعتها بتتدخل ليزي وبتعرفهم بيها وانها خطيبة شيل واخت صاحبة ادوارد. في الوقت نفسه بيتفاجئ شيل ان سوما ضمن فريق البيت الاحمر، وكمان بيظهر في الحفلة عم ريدموند واسمه أليستر. ولما شيل بيشوفه بيقول لنفسه انه من ساعة ما شاف ريدموند وهو بيشبه عليه، وبيقول لنفسه انا شفته فين قبل كده. المهم انه بيفتكر له موقف من زمان لما كان مع واحدة هو يعرفها. وبيعرف شيل من كلام أليستر مع ريدموند انه كان طالب في مدرسة وينستون. اما سباستيان بقى فكان متضايق من زحمة الناس كلها وبيحاول يبعد في مكان هادي، لكن الملكة بتقفشه وبتسأله انت بتعمل ايه هنا يا ابن وبعدها بتهدى شوية وبتقول له عموما وجودك ده دليل على وجود شيل هنا، صح كده؟ فبيقول لها تمام يا مولاتي. فالملكة بتسيبه وبتمشي. بعدها ليزي بتشوف سباستيان وبتتعرف عليه، وبتعرف اخوها ادوارد اللي ما كانش يعرف ان المدرس ميكايلس هو نفسه سباستيان. المهم انها بتشجع خطيبها شيل واخوها بيفرقع من الغيظ، وبيصرخ ادوارد فيها وبيقول لها انه مستحيل البيت الازرق يفوز في البطولة دي. لكن ابوه بيقاطعه وبيقول له كلامك ده مش صح، لان البيت الازرق فاز بالبطولة دي قبل كده لما كنت صغير في السن زيكوا كده، وكانت هي دي المرة الوحيدة اللي فاز بيها. وقتها بيتدخل ماكميلان في الكلام وبيسأله هو ده كان في عامل معجزة الياقوتية. فبيحكي ابو ادوارد انه كان خادم لمثالي البيت الاخضر، وقبل البطولة بكام يوم مثالي البيت الازرق كان مطنش الاستعدادات للبطولة وكان نايم في الحديقة وبيقرأ في كتاب هو بيحبه. وساعتها بيتغاظ منه ريهي مثالي البيت الاخضر وبيفضل يزعق له علشان يقوم يتدرب ولا يستعد للمباريات مع باقي فريقه. المهم ان بيطلع مثالي البيت الازرق ده اسمه فينسنت فانتوم هايف، وكان بيتبارد قوي وبيفضل يستفز في ريهي وهو الماني الجنسية، فبيخبطه بالمضرب بس ربنا ستر. وبيقول له ريهي انا مش عارف انت مثالي البيت الازرق ازاي بصراحة، ده انا اللي عملت كل حاجة للطلبة بتوعك. فبمنتهى البرود كده بيرد عليه وبيقول له يا سيدي كتر خيرك. ووقتها بيقترح فينسنت رهان بينه وبين ريهي، وكان الرهان ان اللي هيفوز في بطولة الكريكت يؤمر الخسران بأمر ولازم الخسران ينفذه مهما كانت العواقب. فبيوافق ريهي وبيقول له اول ما افوز هأمرك تتنحى عن منصب مثالي البيت الازرق. فبيقول له ياه
بس كده؟ ده انت احلامك بسيطه قوي، لكن انا بقى لسه هفكر لك في امر كده يطلع من نافوخك. وفي البطوله بيفوز البيت الازرق باعجوبه، وريهي بيكون مصدوم ومش مصدق اللي حصل، لكن بعد ما بيهدى بيروح لفينسنت وبيقول له ايه الامر اللي انت عايزه. ساعتها بيقول له فينسنت الامر انك تكون الخادم بتاعي. فبيتصدم ريهي من الامر العجيب ده، وبيقول له انت بتقول ايه يا ابني؟ انت ناسي ان انا مثالي البيت الاخضر زيك، وكمان فاضل شهور ونتخرج. فبيرد عليه وبيقول له انت وعدت ان انت تنفذ الامر ده، وبعدين مين قالك ان الامر هينتهي بعد التخرج؟ ده مدى الحياه يا معلم. فبيتصدم شيل لما بيعرف ان ابوه كان مثالي البيت الازرق، وبيستغرب ابو ادوارد ان مفيش حد من المدرسه قال له الحكايه دي لحد دلوقتي. بعدها بيطلع يوهان يعلن عن جدول المباريات بين الفرق الاربعه، وبتكون اول مباراه بين فريق البيت الاحمر والبيت الازرق، وبيطلع الفريق الاحمر هو صاحب اول رميه وسوما اول رامي للكره، وبيقف كلايتون علشان يصد الرميه، لكنه بيفشل فشل فظيع، وطبعا الفريق الاحمر بيكسب النقط دي. وقتها بيتاكد شيل ان سوما فعلا حريف في لعبه الكريكت، وكمان مشجعين البيت الازرق بداوا يفقدوا الامل في المباراه. المهم ان الشوط الاول بيخلص والنتيجه 21 نقطه للفريق الازرق و80 نقطه للفريق الاحمر، وده طبعا فرق كبير جدا بين الفريقين. والسؤال الكبير لسه مطروح لغايه دلوقتي، هل الفريق الاحمر هيقدر يقلب الموازين في اخر لحظه ويحقق التعادل، ولا هيتعرض للخروج المفاجئ من البطوله؟ وبالنسبه لشيل اللي حياته كلها على المحك دلوقتي، هل هيقدر يلاقي المدير ويكتشف مكان ديريك واصحابه؟ كل الاحتمالات مفتوحه والمفاجآت على الابواب. طب لو الفريق الازرق خسر، هل شيل كده هيفقد كل شيء؟ حقيقي بقى انتوا مش هتصدقوا اللي هيحصل في الحلقه الجايه، فاستنونا وما تنسوش اللايك والسبسكرايب علشان نكبر بعيلتنا وتعرفوا التفاصيل الجديده اول ما تنزل. وحابب اقول لكم يا اخواتي ان المفاجآت مش هتنتهي، لان الحلقه الجايه هتكون اكتر اثاره وتشويق. اشوف بقى وشكوا على خير، سلام.